السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم على قناه مغربيه وعراقي في المغرب. اليوم ان شاء الله نهار جديد، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نهار السادس في رمضان. غادي نشارك معكم الفطور ديال اليوم. غادي نوجد وصفه ديال الكمبير ومع سلطه. هانتوما خليكم معايا. بسم الله على بركه الله. هنا غادي نبداو نوجدوا الفطور ديالنا. اول حاجه خديت هاد جوج بطاطات، غسلتهم مزيان ودرت ليهم هاد البابي كويسون الالومنيوم وغادي نغمدهم مزيان. والفران شعلت عليه، غادي ندخلهم يطيبوا باش نوجد الكمبير. هو اللي غنديروا اليوم في الفطور ان شاء الله. هنايا من بعد ما درتهم يطيبوا في الفران غادي نوجد الكارنيتير اللي غادي نعمر بها الكمبير. كل واحد يدير داكشي اللي تيعجبو. انا هنا غادي قطعت بصيله وغادي نزيد مطيشه. ما تنحاصروش بشي حاجه بالضبط، يعني اي حاجه كتعجبك حطها فيه. هادشي اللي كاين. وداكشي اللي كاين انا بالنسبه لي غندير داكشي اللي عندي في الدار واللي تيعجبني. قطعت مطيشه حتى هي. غادي نزيد خياره مخلله حتى هي، وغادي نزيد الزيتون كحل حتى هو غادي نقطعه صافي. وغادي نخلي الكارنيتير على جنب، وغادي ندوز باش نقطع الصدر ديال الدجاج حتى هو غنديرو معاهم. هنايا من بعد ما قطعت الصدر ديال الدجاج غادي نديرو باش يطيب. خديت المقله درت فيها شويه الزيت، شويه الثومه، درت غير شويه ديال الثومه، شويه الهريسه، شويه لا موطارد، مليحه، بابريكا فيمي، شويه عصيره الحامض صافي. وغادي نحرك مزيان ملي غيبدا يعني تقريبا يدخلوا الطياب. غادي نزيد عليه شامبينيون. عندي شامبينيون طري ماشي معلب، عندي شامبينيون طري وزدت عليه شويه زيت البلديه وخليته يطيب. انا مبغيتش الدجاج يبقى يطيب بزاف، فداك الشيء حيدته لهاد الجنب وخليت هذا. وخليت حتى نشفات ديك المريقه ديال الدجاج، ديك لاصوص حتى نشفات. عرفتي داك الدجاج ملي بديت كنصايب فيه قلت هاد لاصوص زاد عليه شويه الكريمه ويجي خطير صافي. خليته تنشف على خاطرو، عاد زدت معاه الدجاج وحركته صافي وخليته يبرد. وهنايا غندير شويه الزبيب، غادي نديرو في الماء سخون على وديت السلطه صافي. وهنايا دزت باش غادي نصايب العصير ديال الليمون. تشهيت نوجدو اليوم الفطور صافي. غادي نديرو في الثلاجه ونخليه يبرد. هنا بالنسبه للسلطه غادي ندير فيها الباربه. راه كانت عندي ديجا، كانت عندي مسلوقه، وكان عندي حتى خيزو حتى هو. درت الباربه مقطعه وخيزو حتى هو مقطع. وغادي نزيد عليهم الزبيب اللي كنت رطبت في الماء. وبالنسبه للصلصه غادي ندير من خديت من داك الليمون، خديت من العصير ديال الليمون وغندير مع شويه دبس الرمان وشويه العسل وشويه لا موطارد وشويه مليحه وشويه زيت البلدي. وغادي نزيد حتى التفاح في السلطه. بالنسبه كل واحد يحط داكشي اللي تيعجبو صافي. ودابا غادي نخلي غادي نقطع التفاح وغادي نديرها حتى هي في الثلاجه تبرد صافي. دابا هذه هي السلطه واجده. دابا غنديرها في الثلاجه تبرد. وغادي ندوز نغسل الماعن اللي عندي. حيد دابا هاد الميعنات صافي باش دابا كتبقى ليا الدنيا نقيه اللي وسختها تنغسلها. ملي تيوصل الفطور ما تيكون عندي لا ماعن لا والو، تنسالي الفطور تنحيد دوك الميعنات اللي عندي صافي. كتبقى الدنيا نقيه. هنايا الكومبير راه واجد صافي. دابا غادي ندوز باش غادي نقادو. هنا راه سخون بزاف. هنا تنفتحها من الوسط وتناخذ فرشيطه وتنبقى نخلط، تنبقى نعركها مزيان. تنزيد عليها شويه الزبده ومن بعد تنزيد عليها الفرماج. انا درت فرماج ايدام ودرت موتزاريلا. كل واحد يدير الفرماج اللي تيعجبو. غير هو موتزاريلا كيعطي داك التعليكه، ايدام كيعطي داك البنه.
وملي ودرت معاهم حتى الملحه حتى هي وطريف ديال الزبده صافي. وهكا بقيت كنخلطو مزيان حتى يتعلك مزيان مزيان. تيعذب شويه مع السخونيه ولكن ماشي مشكل، راه كتجي واعره، تجي لذيذه ماشي مشكل. صافي دابا غادي ندوز باش ندير الغارنيتير. هنايا درت داك الدجاج مع داك الشامبينيون. بالنسبه للغارنيتير انا راه درت القياس اللي غيكفينا انا وراجلي. درت شويه بصيلات، شويه مطيشه، شويه كورنيشون، شويه الزيتون كحل. المهم كما قلت لكم كل واحد راه تيدير داكشي اللي تيعجبو واللي تياكلو. يمكن لكم ديروا الكفته، يمكن لكم ديروا حتى الطون، اي حاجه. المهم كل واحد داكشي اللي تيعجبو. زدت هنا شويه الموتزاريلا من الفوق. وهنايا راه كنت ما عنديش ديك القرعه على وديت الكيتشوب ولا المايونيز باش نديرو من الفوق، فدرت غير في زلافه صافي. بقيت كنديرو بالملعقه، غير بالملعقه. ساعه من داك الزهر وتيجي راجلي معايط لي، قلت ليه جيبهم ليا معاك الا لقيتيهم. جا راجلي مشيت كنجري خديتهم من عنده، لقيتو جابهم، مشيت كنجري خديتهم من عنده صافي. ودرت فيهم كيتشوب والمايونيز وهما باش دريسيت من الفوق. هنا راه نوريهم لكم، تنقول لكم هو جابهم صافي. هنايا غندير الكيتشوب والمايونيز والفران راه سخون، غندخلهم باش يتكراس لينا من الفوق وصافي. وهي الوصفه ديالنا واجده. انا عاوتاني حيدت دوك الماء يعني اللي كنت غاسله، حيدتهم مسحتهم ورجعتهم وغسلت داكشي الاخرين اللي خدمت بهم حتى هما. ودابا هو الكومبير واجد. دابا صافي غادي ندريسيه في الطباصل. ودابا راه مبقى الا يأذن. الفطور ديالنا راه واجد. اللهم ادمها النعمه واحفظها من الزوال، والله يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم. وهنايا من بعد الفطور غسلت عاوتاني المعينات اللي عندي صافي، ونخليهم هادو حتى الصباح ان شاء الله. يلا تهلاو ليا في راسكم وتصبحوا على خير وبسلامه عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وكنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم.